السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير حبايبنا في كل مكان. اللي يعرفنيش واللي يعرفني، أنا هاني السيد أبو حنين، صاحب قناة مطروح جنة وروح على اليوتيوب والفيسبوك. منورين الدنيا كلها. أنا عدت تدوير فيديو من 4 5 سنين كنت بتكلم فيه على استثمارك الصح فين. عدت تدويره لأن أنا الواحد ما عادش عنده حيل يقعد يجادل مع الناس في قناعات انت مقتنع بيها. محدش يقنع حد بقناعاته، ولكن الفيديو لما انا وصفت فيه وضع البلد خدتك جولة. يعني انا مش سوحتك وخدت لا مؤاخذة، عشان بس الرملة مش معدولة حواليا، عشان نازله شوية. انا في شاطئ لاجون رومل، مش عارف اظبط الكرسي. طب اصبروا كده. طب اعمل ايه يعني؟ طب ما احنا ممكن ناخد رملة نعلي الكرسي، يا اما نغير المكان اصلا. تعال، انا كنت عايزكم تستمتعوا بالمنظر اللي ورايا ده وانا بتكلم. اما اخدتك جوله في البلد و... وفرجتك وشرحت لك فين الاماكن اللي ديت وفين الاماكن الرخيصه ديت، وكنت بتكلم في الاسعار ساعتها، ويا ريتكم سمعتوا كلامي ساعتها. اللي يسمع الاسعار ساعتها دلوقتي في يومها بالفيديو ده، واللي يسمع الاسعار النهارده يتخض. تضخم رهيب، اسعار مبالغ فيها. هي الحقيقه هي مش تضخم واسعار مبالغ فيها، قيمه الجنيه نفسها اللي ما عادتش لها لازمه. يعني انا مثلا ممكن جدا اكون يوم ما عملت الفيديو ده كانت اللحمه 80 جنيه ولا ب 100 جنيه مثلا. انا بضرب مثال بس على حاجه الاساسيه اللي هي العنصر الاساسي اللي في بيوتنا كلنا. النهارده اللحمه 500 جنيه، متفاوته من 400 ل 600 كيلو. كل واحد من العيال ياخد حته كده يشمها، او ممكن كلهم تحطوا الكيلو اللحمه في النص الصينيه وتبصوا له يخلص. نفس القيمه وتضخم في الايجارات. ايامها كنت ممكن تسكن في احسن شقه على البحر 300 400 جنيه، وتسكن كان في شقه ب 100 جنيه و 150 جنيه و 200 جنيه، وكان في قيمه مقابل سعر مقابل خدمات. النهارده اما تاجر شقه ب 500 جنيه، اللي واخد منك ال 500 جنيه دول ما يعملش بهم حاجه. اما الغاز ب 250 جنيه، كهرباء، متر الميه كهرباء من الحكومه، سياحه ب 35 جنيه، غير الصرف 9 جنيه تقريبا. يعني غير العماله، غير الصابون، غير الديدول، غير اصحاب الكومنتات بقى اللي يقول لك ايه الايجارات غاليه واتقوا الله في دينكم وكذا. وحبيبي، قبل ما تهاجم اعرف. طيب سيبكم من ده الموضوع بتاع الايجارات، خلينا نتكلم في اصل الموضوع اللي انا اصلا بتكلم بسببه النهارده الفيديو ده، وانا ما كنتش عايز اعمله والله عشان الجدال ده. جالي بقى في الكومنتات انا شفت الفيديو من 5 سنين. ايوه يا سيدي، انا ما قلتلكش ان الفيديو النهارده، وانا واخد الجوله على الكورنيش، وقارن الكورنيش النهارده بكورنيش من 5 سنين، هتلاقي مش هو ده الكورنيش. وانا كاتب على العنوان من فوق فيديو قديم اعاده تدوير، كاتب فيديو قديم. انا خدتك عشان خاطر اوريك حاجتين. الحاجه التانيه ان انت يا حبيبي النهارده فرق السعر. يعني انا يوم كنت بقول لكم خدوا هنا ب 250,000 جنيه، اللي هو ده اصلا ما عادتش موجوده شقه ب 250,000 جنيه نهائي، تبدا من 500 في اماكن متطرفه و600. نرجع بقى لاصل الفيديو اللي هو ايه بقى. انا قلت استثمارك الجيد من وجهه نظري داخل قريه سياحيه. حصل. ولما نصحت حد حبيبي وخليته ياخد في بورته، خد في بورته الشيء اللي انا مسؤول عنه، شايل انا، اللي هو انا بقول للناس هو بتاعي، هو مش بتاعي، هو بتاع ناس وانا مسؤول عنه. ربنا يوسع الجميع يا رب. طيب لما حبيت استثمر في مطروح واحط فلوس، حطيتها في قريه. ولما حبيت انصحك قلت لك حط في قريه لسببين. السبب الثاني، الكره كيان، ايا كانت القريه اللي انت هتاخد فيها، حتى لو كانت قريه شعبيه ومش قد كده، الكره كيان، والكيان دايما ليه هيبه. سأسع على الكلام وافهموا كلامي، عشان خاطر انا مش عايز كلامي يدخلنا في اماكن احنا بعيد عنها. الكره كيان، والكيان دايما ليه هيبه. وان كانت الهيبه دي هيبه مصطنعه داخل دوله، لكنها هيبه. يعني مره زمان وانا صغير كنت اشتغل في شرم الشيخ،
وكان معايا مهندس مسيحي الله يمسيه بالخير اسمه مهندس جورج. سالني سؤال وكل الناس جاوبت اجابات مختلفه، وانا حبيت ابقى فلوكه. فقال ايه؟ قال تحب تكون دماغ فار ولا ديل اسد؟ تحب تكون دماغ فار ولا ديل اسد؟ انا مش هجاوب الاجابه ديت ولا هقول لكم انا قلت ايه للمهندس ده، غير لو الفيديو ده حصل عليه تفاعل وشغل والناس طلبت ان انا اقول لهم الاجابه، او كل الناس حللت الاجابه ليه، واللي هيقول دماغ فار ليه، واللي هيقول ديل اسد ليه. تمام، بنعمل يعني فيديو للنقطه دي بالذات. فالمهم ايه، انا هرجع لاصل الكلام بتاعي اللي هو انا اخد في كيان محترم ليه كلمه وليه هيبه على نفسه وعلى العملاء بتوعه. انت اشتريت راحتك، اشتريت خدماتك، اشتريت ميه، اشتريت كهرباء، اشتريت كومباوند مقفول امن وامان، عربيتك في امان، عيالك في امان. انا لما باجي اشتري مكان زي بورتو او مكان زي اندلسيه او لونج ايلاند او السورتلاج او اي قريه اشتريت فيها، انا باخد بناء على القناعات اللي انا اقتنعت بيها من داخل القريه. اشتريت في القريه بناء على القناعات اللي انا اقتنعت ان القريه تقدر تقدمها لي، وكمان الظروف الماديه. ما هي كل قريه من دي لها سعر، في اسعار معديه الاربعه والخمسه، وفي اسعار في الاثنين، وفي اسعار في الواحد، وارقام كده الواحد بيسمعها اللي هي اللي احنا بنقول عليه التضخم اللي حاصل. بناء على القناعات ديت انا خدت في القريه دي وامكانياتي، القناعات وامكانياتي، هي دي امكانياتي خلاص حلو. دايما بقول للناس في الايجارات لما حد يتصل بيا تنصحني فين، اقول لك انصحك بظروفك. اول كلمه بقولها لاي مخلوق، والناس لو حد من اللي متابعين الان هيسمعوا الكلام ده، انصحك بامكانياتك. امكانياتك توديك فين؟ لو امكانياتك توديك تجيب خيمه وترشها في الصحراء وتقعد فيها تبقى زي الفل. فانت بتاخد في قريه حصل مثلا زي ما بيحصل عندنا في مطروح مشكله ميه في الايام اللي فاتت، مشكله ميه انت برنس، مشكله كهرباء انت برنس. عميل عنده مشكله مع عميل او مع الشاليه، في اداره ترجع لها. يبقى انا ما زلت بقول ده استثمار امن وجميل. الشقق اللي بره مشاكلها ما بتخلصش، ايش الاسانسير، ايش موتور الاسانسير، ايش الميه قطعت، ايش عربيه الميه ما جاتش، الخزان فضي، ايش العميل مشى، ايش حارس العماره قفل الميه على العميل عشان انت كصاحب شقه ما تدوش حقه. حاجات كتيره وقوانين كتيره، غير قوانين البيع والشراء اللي ما ينفعش اتكلم عليها هنا، يعني غير اصحاب الشقه الحقيقيين. حاجات لو في ناس منكم ملاك من اللي بيسمعوني هم الكلام ده هم فاهمينه، اللي انا قلته ده كله مفهوم لهم. يبقى انا لما بنصح لحد خد هنا حبيبي، انا لا ليا ناقه ولا جمل، ولما بعرض حاجه زي كده مش بعرض حاجه للبيع. انا ما عنديش ده عشان اطيب لك حاجه ان انا ببيعها، يعني انا ما عنديش حاجه اقولها لك وما عنديش حاجه استفاد بيها. انا راجل سمسار وراجل باكل عيش، ولما هبيع لك شقه في اي مكان ولا ابيع لك شقه في اي مكان انا هيدخل لي مليم. لكن انا اثناء الفيديو ده يشهد الله عز وجل والله ما عندي ولا طوبه ببيعها في البلد، مفيش، ما عنديش حاجه بتتباع. لكن انا قدمت الفيديو ده من باب النصيحه، من باب الدين النصيحه، من باب ان انا بعلمك البلد لله. البلد ده اهي فيها واحد اتنين تلاته، رايي الشخصي فيها كده. ليه بقى بقول كده؟ لان انا عندي مثلا عدد الرسائل اللي بتجيلي يوميا واتصالات اليوميا، انا معايا 500,000 اخد فين، معايا 700,000 اخد فين، معايا 100,000 اخد فين. حبيبي ربنا يرزق الجميع الخير ويوسع الجميع يا رب. انا بنصح وانت دور. وكم واحد متابعني واشترى ويقول لي انا خدت في المكان الفلاني بسبب كلامك. لا، انا مش بوجهك للمكان الفلاني، انا بفتح عينك لشيء انت ممكن تكونش واخد بالك منه، بنصحك لده. وانت بقى لك الحريه تاخد هنا تاخد هنا، مش بتاعتي انا، بس مجرد ان انا يعني الناس مثلا شويه ناس عارفيني على قدي، فالناس اللي عارفين دول بيثقوا في كلامي او ما بيثقش في كلامي. سمع فلان ده بيهري فقال لك اتابعه، اسمع بيقول ايه، فانت سمعتني وسمعت غيري وشفت ده وشفت ده، وخد قرار بناء على يطمئن قلبك، كي يطمئن قلبك، سواء معايا او مع غيري. الموضوع كله ما هو الا نصيحه، والدين النصيحه. وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وانا بحاول ابسط لك الموضوع، واللي انت ممكن تدور عليه الشهر تاخده في كلمتين من فيديو زي ده. واذا كان الرغي بتاعك كتير فما تتابعنيش، زي ما واحد كتب لي كده امبارح في الاكونت بيقول لي انا طلعت من الفيديو بسبب الرغي كتير. يا حبيبي ما تخشش اصلا، اعمل لي بلوك واخلص مني، طلقني يا جدع، انت طلقني، هو انا على ذمتك؟ السلام عليكم.